هدير عبد الرازق اللي طالعه ترند على السوشيال ميديا اعتقد من امبارح. واللي ما يعرفش هدير عبد الرازق دي واحده بتطلع فيديوز ولايف على التيك توك بتعرض ملابس داخليه، وبالتالي هي محبوسه دلوقتي 4 ايام على ذمه التحقيق بقضيه نشر الفساد والفسق والكلام ده كله. طبعا اهلها طالعين بيبرروا، بيقولوا بنتنا بقالها سنه مش بتنزل فيديوز، مش عارف ازاي، وبنتنا معاها موبايل جديد والفيديوز القديمة على الموبايل القديم وكله اتمسح والكلام ده كله. anyway ده مش موضوعنا، ده موضوع القضاء والمحاكم والكلام ده كله. ولكن انتشر ليها كمان فيديو امبارح تقريبا لو انا مش غلطان. فيديو طبعا مش هقدر اتكلم عليه يعني، واكيد الكل عرف موضوع الفيديو دوت، عشان كده هي منتشرة ترند من امبارح. الحقيقه ان انا لما دخلت شفت صوره هدير دي لقيت ان هي عامله تاتو على رقبتها وعامله تاتو على دراعها، والبنت اللي في الفيديو مفيش تاتوهات خالص. تمام، طبعا انا ما شفتش الفيديو، انا شفت يعني صوره زي سكرين شوت من الفيديو. تمام. طيب فدلوقتي في حاجه من الاتنين، يا اما البنت دي مش هدير اصلا اللي في الفيديو، وبالتالي القضاء بقى يحل الموضوع دوت، يشوفوا هما هيتعاملوا معاها ازاي. النقطة التانية ودي الأهم، إن ده تكون هدير فعلا ولكن فيديو قديم. وهنا النقطة الأهم زي ما بقول لكم، النقطة الأهم في إيه؟ إن طالما دي هدير، ليه الفيديو انتشر في الأيام دي؟ ده السؤال الأهم. ليه الفيديو انتشر الأيام دي، في الأيام دي يعني، وما انتشرش قبل كده؟ هل عايزين تغطوا على قضية أحمد رفعت؟ هو ده السؤال الأهم. خلي بالكم.